يوم جديد وحلقة جديدة. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت. صباحكم سكر. احنا دلوقتي بقينا بنودع شهر الصيف وبنستقبل اول ايام الشتاء. علشان كده حابة انبه في بداية الحلقة على ضرورة لبس الكمامات واخذ الاجراءات الاحترازية اللازمة علشان تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، اللي هو في الحقيقة اشد من فيروس كورونا في مرحلته الاولى. ولازم نتبع الوقاية الصحية وناخد الإجراءات الاحترازية اللازمة، لأن الفيروس لسه موجود معانا بالفعل، ولازم نتعامل معاه على هذا الأساس، لأن الإهمال ممكن إنه يسبب كوارث. وطبعا أثناء الشتاء هيكون هناك خلط طبعا بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد. وطبعا في البرنامج دايما بستضيف أشخاص ناجحين، ومش بس كده، لا كمان بيفيدونا في حياتنا الشخصية لمواكبة التطورات اللي حاصلة معانا. وعشان الموجة الثانية من فيروس كورونا وخطورتها كنا لازم نتكلم عن التغذية السليمة اللي بتقوي الجهاز المناعي وحاجات تانية كتير هنعرفها مع بعض. لكن في البداية خلوني أرحب بضيفتنا النهاردة اللي مشرفانا ومنورانا في الاستوديو، دكتورة بسمة يسري محمد، أخصائية التغذية العلاجية، حاصلة على الدبلومة الأوروبية للتغذية، طبيب بشري بكلية الطب القصر العيني. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكي. أهلا بيكي. عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله. بقى بمناسبة فيروس كورونا، طبعا احنا في أجواء سيئة والموجة الثانية، إيه التغذية السليمة اللي احنا ممكن ناخدها ونحافظ على أجسامنا في خلال الفترة بقى دي؟ صح. هو طبعا التغذية السليمة فكرتها ان احنا لازم نكون بناخد الريكويرمنتس بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. يعني ايه احتياجاتنا الصح نكون بناخدها. النظام الغذائي الصحي المفروض بيتكون من 50% يكون منه نشويات، والنشويات تكون نشويات صحيه، و20% بروتينات، و30% دهون. اوكي، فاكوردنج لكده المفروض ان انا اخد احتياجاتي الصحيه او اللي انا محتاجها بالظبط. ايه الحاجات بقى اللي احنا المفروض ناخدها او كده؟ تعالي نتكلم على حاجه من الحاجات اللي احنا محتاجينها. احنا عايزين نتكلم في الاول ايه التغذيه اللي ممكن يكون فيها فيتامينات كتيره تقوي الجهاز المناعي. بالظبط كده. تعالي نمسك فيتامين اللي احنا محتاجينه او نقدر ناخده منين. فاهماني؟ تعالي نتكلم على اول مجموعه مهمه جدا لازم تكون في نظامنا الغذائي، هي مجموعه الانتي اوكسيدانتس، او اللي هي المجموعات اللي هي مضاده للاكسده. تمام؟ الانتي اوكسيدانتس ايه الحاجات اللي تحتها؟ نتكلم على فيتامين سي، من اهم الفيتامينات المهمه جدا جدا كانتي اوكسيدانت. ده نقدر نحصل عليه عن طريق تغذيه او اكل ايه بالظبط؟ ان احنا ناكل مثلا الحاجات اللي هي البرتقال او اليوسفي، او ان احنا ناخد حاجات اللي هي فيتامين سي برضو زي السبانخ او البروكلي او الفلفل الالوان. وممكن كبسولات كمان اللي هي الفيتامين سي بتصرحيها عادي ان احنا ناخدها. بصي، لو احنا محتاجين في ديفيشنسي او كده احنا ناخد فيتامينز، لكن احنا از لونج از ان احنا نظام غذائي صحي انا مش محتاجه خالص ان انا اخد كبسولات. بالظبط كده. يعني السبلمنتس ده انديكيتد لما يبقى في ديفيشنسي، لما يكون في نقص فعلا في حاجه من الحاجات او الفيتامينات، او عملنا تحاليل وتاكدنا ان احنا شور ان احنا في مشكله. فاهمه الفكره؟ فالسبلمنت بيساعد كمان النظام الغذائي. اوكي. لكن از لونج از ان انا ما فيش اصلا ديفيشنسي، فانا ما جوش يعني ان انا اخد سبلمنت ليه؟ ممكن احصل عليه عن طريق الاكل. فاهماني؟ من الحاجات برضو المهمه كانتي اوكسيدنت الفيتامين اي، ده بنحصل عليه ان احنا ناكل مكسرات. تمام؟ بس طبعا مش المكسرات المحمصه، ناكل المكسرات اللي هي النيه، الرو ناتس. بالظبط. ناخد قد ايه كميه؟ يعني بصي، هاندفول كده بالنسبه لي دي تبقى حلوه جدا كسناك. تمام؟ يعني ان هي تكون مثلا داخل النظام الغذائي ممكن كل يوم عادي جدا. عادي؟ بس بالظبط كده از سناك، ما تبقاش فيها مشكله خالص. او بذور بذر الكتان برضو من ضمن الحاجات اللي هي فيها فيتامين اي، فتبقى حلوه معانا. فاهمين؟ او زيت الزيتون برضو فيه فيتامين اي. تمام؟ في حاجات برضو تانية فيها انتي اوكسيدنت زي الفلافينويدز. الفلافينويدز دول بيبقى مجموعه مهمه جدا من الانتي اوكسيدنت موجوده مثلا في البصل والثوم. ده اللي بقى احنا عايزين نقف عندها. البصل والثوم من الحاجات المهمه جدا وموجوده في كل بيت مصري وموجوده في كل بيت. احنا نستفيد من البصل والثوم، ناكلهم ازاي عشان تبقى داخله جسمنا بطريقه صحيه؟ بصي، هو البصل والثوم فيه ماده حلوه قوي اسمها اليسين. الماده دي تعتبر كناتشورال انتي اوكسيدنت، يعني حاجه صحيه جدا طبيعيه
انتي اوكسيدنت مضاده للاكسده، فنحطها مثلا في السلطه او تكون داخل نظامنا الغذائي كل يوم. فهماني؟ الثوم والبصل ده مهم جدا 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 يبقى داخل جوه نظامنا الغذائي كحاجه ناتشورال انتي اوكسيدنت. يعني بس ان احنا ناكل بقى ثوم كده مش ابليكابل يعني. ناخدها ندخلها جوه نظامنا الغذائي مفيش مشكله، يعني ندخلها في وسط الاكل بالظبط صح كده بس مش ناخدها رو. يعني انت قصدك رو؟ لا مش شرط ان عايزه ممكن تبقى داخله في الاكل. دول اوروبيه كتير جدا يعني بياكلوا الثوم ده هو انا بقول لك في ماده مهمه جدا ده يعني فاهمه. بياكلوه كده على الريق. هل ده المعلومه دي صح؟ مش على الريق، احنا لو خدناه في اي يوم في اي وقت مش هتفرق حاجه، يعني على الريق مش هيفرق حاجه من بالليل من الصبح. يبقى داخل النظام الغذائي ده اهم حاجه. فاهماني؟ والبصل بقى من الحاجات بس ذا سيم برضه في نفس الماده، هي يعتبر من الفلافينويدز اللي هي الناتشورال انتي اوكسيدنتس، الحاجات اللي هي طبيعيه مضاده للاكسده، فيبقى داخل برضه تبع النظام الغذائي سواء في السلطه بقى بسهوله جدا او داخل الاكل. طب الناس اللي بيبقى عندها نقص فيتامينات هل الافضل ليهم ان هم يمشوا على نظام تغذيه معين ولا الكبسولات افضل ليهم؟ ما هو بصي يعني وانس ان احنا اكتشفنا ان في ديفيشنسي نقص حاجه، الصح ان احنا نمشي سواء حسب السيفيريتي بالظبط، يعني قد ايه، يعني هل النسبه اللي موجوده عندي في التحليل ده مثلا لو عملنا فيتامين دي وليكن على سبيل المثال ولقينا ان فيتامين دي ناقص، فانا بعرف بالظبط النسبه دي هل النسبه دي محتاجه كسبلمنت ولا محتاجه ان انا نظام غذائي بس. تمام؟ في حاجات بنحتاج فيها سبلمنت بسايد كمان النظام الغذائي، يعني النظام الغذائي لازم حاجه مهمه يعني بس هنحط سبلمنت ولا لا ده يعني بيبقى ديبند عن السيفيريتي بالظبط على التحليل. يعني لما يجي الشخص يحلل يشوف ايه الفيتامينات اللي ناقصه بالظبط كده واكوردنج هناخد سبلمنت بالظبط. لكن كتغذيه سليمه مش التغذيه بس هي اللي بتدينا الفيتامينات الناقصه علينا، بتساعد. لو انا في نظامي الغذائي العادي وماشي هيلثي وماشي مظبوط وباخد الفيتامينز اللي احنا هنتكلم عنها لسه كلها باستفاضه، لو انا باخدها كلها ومفيش عندي ديفيشنسي خلاص انا مش محتاج سبلمنت. بعمل فكره يعني انا مش محتاجه اديشن الا في حالات معينه، يعني في حالات مثلا في هاي ريسك جروب مثلا الاولد ايج الناس الكبيره في السن او البريجننسي لو في حد الحوامل واللي بيرضعوا دول بيحتاجوا اكسترا نيد، بيحتاجوا كميات اعلى بالظبط كده، بتبقى طبعا موجوده في الكبسولات او التابلتس بالظبط، فبيحتاجوا لازم سبلمنت بسايد الاكل بتاعنا او النظام الغذائي. فاهمه الفكره؟ دول في مجموعه معينه كده بتحتاج بالظبط كده. طب احنا عايزين بقى ندخل في نقطة ان في ناس كتير ما بتتعرضش لأشعة الشمس، واحنا طبعا أشعة الشمس مرتبطة بفيتامين د، فتنصحي بإيه الناس اللي هي ممكن يكون شغلها داخل مثلا عمال بيشتغلوا ما بيتعرضوش للشمس، ناس كتير ما بتتعرضش للشمس، تنصحيهم بإيه ان هم علشان طبعا فيتامين د ونقوي فيتامين د في الجسم؟ هي الفكرة ان فيتامين دي السورس الأهم ليه الشمس. مهما حاولنا بقى نقول مثلا موجود في منتجات الالبان او في الاسماك زي السلمون والتونه والحاجات دي، بس نسبه بسيطه جدا ومش بيحصل له ابزوربشن من الاكل زي ما اقدر اخده من الشمس. فنحاول حتى لو نص ساعه بس يوميا هتفرق معانا كتير جدا. بس يا دكتور مفيش بديل مثلا ان احنا ناخد فيتامين دي مثلا في ادويه؟ ممكن كسبلمنت لو انا عندي ديفيشنسي زي ما قلنا، بس الصح ان احنا نتعرض للشمس ده اهم حاجه. خطورتها ايه بقى لو انا مثلا يعني في ناس كتير ممكن ما بتتعرضش للشمس، بس ايه الخطوره او ايه الضرر؟ هو فيتامين دي مرتبط كتير في ابحاث وكلام كتير عليه ان هو مثلا الديفيشنسي بتاعه بيؤدي للتعرض، يعني لقوا ان في بيتعرضوا اكتر للفيرال انفكشن للفيروسات. فاهمه الفكره؟ يعني الواحد بيبقى عرضه اكتر للانفكشن نفسه كفيرال انفكشن او وات ايفر. فاهمه الفكره؟ فلازم نحاول نظبط يعني النظام الغذائي بتاعنا يكون مظبوط تمام ويكون فيه تعرض للشمس، ده مهم جدا جدا. طيب عايزين بقى نتكلم في الناس اللي شهيتها عاليه جدا، ازاي نقدر نوقف الشهيه العاليه جدا؟ بصي هقول لك على حاجه، هي الفكره ان احنا زي ما قلنا الاساس النظام الغذائي بتاعنا او اللايف ستايل بتاعي. في ناس بيبقى مواعيدها مثلا مختلفه او شغلها او كده، فاكوردنج يعني لليوم بتاعي لازم يكون في وجبه فطار وجبه غداء ووجبه عشاء تمام، وسناكس ان بتوين. هو ده اللي بيخليني اكتر ان انا ما اجوعش. بس عارفه الفكره ان في ناس بتقعد فتره طويله جدا جدا ما تاكلش وتيجي تاكل مثلا اول وجبه بالليل،
تمام. لو ده مش نظام اللي هم ماشي عليه او اللي هو انا بيطلق، اتخنت بس ما باكلش. ما هو الفكره بقى ما بياكلش، لما بيجي ياكل وجبه واحده بيحصل هايبوجلايسيميا، السكر مستوى السكر في الدم بيقل، فيبقى في كريفنج رهيب ان هو على طول عايز ياكل حاجه مسكره، عايز ياكل حاجه مسكره. فاهم الفكره؟ فياكل وجبه اكبر من احتياجاته، بلس ان هو كمان لازم ياكل حاجه مسكره. فاهم الفكره؟ فالتايمنج ده مهم جدا، يعني التوقيتات بتاعه الاكل مهمه جدا جدا. في حاجه تانية ممكن بتتعمل، يعني لو نظام الصيام المتقطع، لو انا ماشي على سيستم معين صيام متقطع مثلا بمواعيد معينه في الاكل وباكل في وقت معين مثلا سي 8 ساعات وبصوم 16 ساعه، فده حاجه تانية. فاهمه الفكره؟ أوكي. يعني في الحاله دي انا جسمي بيتعود على كده. والنظام الصيام المتقطع لو الواحد مثلا عايز ينزل في الوزن او كده، من احسن الحاجات اللي بتظبط الموضوع بتاع الكريفنج، او ان احنا الشهيه بتاعتنا بتبقى عاليه بتبقى قوي. عاليه لا خالص، بتتغير جدا جدا مع التزام مثلا لمده شهر من الصيام المتقطع، بيفرق كتير جدا معانا. طب يا دكتور تنصحي بايه احنا الفتره الجايه ان شاء الله ما يبقاش في حظر وما نقعدش في البيت تاني زي الموجه الاولانيه؟ قعدنا فتره طويله قوي. قعدنا فتره طويله بس كنا فعلا يعني اكتر، يعني كنا بناكل كتير لان بالظبط. قاعدين على طول اليوم، وبعدين من كتر القلق والتوتر والخوف فبنعوضه بالاكل. تنصحي بايه بقى الفتره دي لو احنا اتعرضنا ليها تاني؟ الاختيار بتاعنا في الاكل، فاهمه؟ في حاجات بتبقى هاي ساتايتي اندكس، بتعلي يعني بتبقى بتشبع بنسبه عاليه، فاهماني؟ اللي هي عباره عن ايه؟ البروتين. يعني انا اكل بروتين في كل وجبه، ده مهم جدا جدا. البروتين بقى وتبقى بروتين نباتي او بروتين حيواني او كده هيشبعني اكتر، فاهمه؟ وان احنا برضو نتحكم في مستوى السكريات او النشويات، هي دي المشكله الاساسيه. وانس ان انا باخد كميه نشويات كتيره بيبقى عايزه كريفنج الاكتر، وادخل في سايكل كده على طول عايز سكر سكر سكر, سكر. ما بخرجش منها. فاهمه الفكره؟ فهي الاساس الكميه، يعني كمية باكل ايه؟ يعني بجوع اوكي كل. وطريقة الاكل يا دكتور الطهي برضو ودي عايزين نتكلم فيها. اكل هيلثي بالظبط كده، ان احنا نعمل بطريقة صحية شوية بالظبط، هتفرق معانا كتير ككالوري وايز او كده. بلس ان انا يبقى اخد 3 وجبات وبينهم سناك، لو انا واحد طبيعي ما فيش مش ماشي على نظام او كده، ده الصح علشان يقلل معايا الجوع، وما اقولش مثلا لا انا مش هتعشى، تمام؟ واجي بقى على بالليل الاقي نفسي ميت من الجوع، فاهمه الفكره؟ فاكل بقى اكتر وببوظ الدنيا جدا. الدنيا اكتر. طب ازاي نقدر نوقف يا دكتور الايموشنال ايتنج؟ الايموشنال ايتنج ده مشكله، ده عايز قاعده، ده عايز قاعده ثانيه كمان. عايزه اقول لك انا من الناس دي. ايوه الايموشنال يعني انا من الناس دي برضو. هي الايموشنال ايتنج مشكلتها بس الاول يعني الكلمه نفسها اكل عباره عن ايه عشان الناس تبقى المشاهدين يفهموا معانا. هي الايموشنال ايتنج ده الاكل العاطفي اللي هو ايه؟ انا ما ببقى مثلا قاعد في امانه الله كده عادي خالص، مره واحده انا عايز اكل حاجه يعني مسكره، عايز اكل تشوكلت مش عارفه نوعها ايه، معموله فين، حاجات سبيسيفيك على فكره، مش بعوز اي حاجه. يعني حاجه مسكره بس مش حادقه او ملح، يعني حادقه او ملح، في حاجه هي بتتحكم في المود بتاعي. وانس ان انا اكلتها هي دي اللي هتديني مثلا السعاده، علشان هي بتحفز افراز السيروتونين او الهرمونات الخاصه بالسعاده، فاهماني؟ فوانس ان انا اخدتها بحس ان انا مبسوط وسعيد، بس بعديها بحس بضميري بقى مأنبني. يعني انا باخدها بس هي بيبقى عندي كريفنج، انا محتاج بس وقت ما ازعل بس، ولا وقت ما انا ابقى يعني في ناس مثلا وقت ما تزعل جدا تاكل جدا، وقت ما تفرح جدا تاكل. هو ايموشنال ايتنج بالظبط كده، هو اكل عاطفي مرتبط بحالتهم المزاجيه، فاهماني؟ اكتر متحكم في الحاله المزاجيه. بس الفكره بقى ده طبعا بيضر جدا وبيفرق معانا جدا في الوزن وكل حاجه، وفي ناس تبقى ماشيه على نظام غذائي عادي جدا ومره واحده يحصل لهم موضوع الايموشنال ايتنج ده، فاهمه الفكره؟ ف برضو الاساس بقى ان انا ابقى اوير بالموضوع، يعني يعني اقول مثلا هل ده جوع طبيعي فيزيكال هانجر، ولا اصلا ده ايموشنال هانجر، ولا ده جوع مثلا عاطفي زي ما احنا قلنا. ايه الفرق بينهم؟ الفيزيكال هانجر بالظبط، لازم افكر ولازم ابقى عارف الموضوع ده. الفيزيكال هانجر ده اللي انا بجوع، فاهمه؟ بعد فتره طبيعيه، يعني مثلا انا فطرت الصبح وجه وقت الغداء فانا جعان، تمام؟ الايموشنال هانجر ده من غير اي مسبب، مره واحده ده كده وانا قاعد، وانس ان انا اتضايقت زعلت ستريسد او اي حاجه، لا انا عايز دلوقتي بقى حاجه اكلها وات ايفر ايه بقى الحاجه اللي هو بيفكر فيها، سواء حاجه مسكره او مالحه، برده مش لازم تكون حاجه مسكره. الهانجر الفيزيكال العادي ده اللي هو الطبيعي، باكل اي حاجه بشبع،
مش شرط اكل معين، مش مرتبط بيا باكل معين. ماشي اوكي، ممكن اكون عايز اكل حاجه معينه، بس عارفه اللي هو ممكن اي اكل يشبعني وانس ان انا اكلته وشبعت. لا الايموشنال انا بفتح وما بقفلش خالص، بيبقى في بينج ايتنج، ببقى عايز اكل اكتر. قولي لنا يا دكتور بقى تاثير على صحتنا، يعني برضو عشان ننصح كل المشاهدين ان الفكره نفسها اصلا بتاثر برضو على صحتنا من كتر الاكل اللي هو يعتبر مش طبيعي. صح، ما بتاثر ايه الفكره ان انا وانس ان انا اكلت بحس على طول في موضوع الايموشنال ايتنج ده بتانيب ضمير، انا متضايق خلاص. هي الحاجه لحظيه على فكره، يعني هو وانس ان انا اخدت الاكل ده هو بيبقى بيفرز هرمونات السيروتونين اللي هي السعاده، ببقى وقتيا بس. وبعد يعني ما فيش، بس بتؤدي لسمنه مفرطه طبعا بقى. طبعا، ما هو احنا بناكل في مواقيت، في اوقات غير اللي احنا متعودين عليها، بكميات اكل حاجات مختلفه، ممكن نوصل لاوفر ويت طبعا بالظبط، وندخل بقى في سكه السمنه دي، مش حاجه لذيذه خالص. طب يا دكتور قولي لنا بقى يعني ممكن نظبط اكلنا خلال اليوم اللي هو تغذيه، يعني قولي لنا زي ايه روتين كده يومي نمشي عليه، نظبط نصيحه كده لكل المشاهدين نمشي يومنا ازاي تغذيه. نمشي يومنا ازاي؟ بصي هو ديبندنج على اللايف ستايل بتاعي، يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان انا لو اوريدي مش يعني مثلا انا شغال الصبح مثلا، انا متعود ان انا اكل من ساعات معينه، خلاص يبقى ناخد وجبه الفطار بتاعتنا، ويبقى فيه سناكس زي ما قلنا، فاهمه الفكره؟ ولازم يكون فيها بروتين، الوجبه بتاعه الفطار دي لازم تكون مشبعه، فاهماني؟ يعني يكون فيها نسبه بروتين عاليه، ويكون طبعا زي ما اتفقنا يبقى نحط وجبه، يعني طبق سلطه في كل وجبه علشان ناخد الفيتامينز اللي احنا قلناها في الاول دي، يعني فاهمه؟ يعني في فيتامينات تانية مهمه جدا برضو تكون داخل نظامنا الغذائي، يعني زي الفيتامين زي فيتامين كي برضو مهم جدا نقدر نحصل عليه من السبانخ والورقيات، فاهماني؟ طب عايزه اسالك على حاجه، احنا ممكن، انا يعني دي معلومه سمعتها، ان احنا ممكن ناكل طبق فاكهه قبل الغداء بساعه او بنص ساعه، ان هي بتدينا شبع، المعلومه دي صح؟ بصي هو الفكره ان التوقيت هو اللي بيفرق معايا، يعني اكوردنج لنظامي انا وحياتي، فاهمه يعني الفكره؟ يعني فعلا لما اكل مثلا قبلها بنص هو ممكن طبيعي اشبع، يعني اكون شبعت بنسبه مثلا 40%. بس الفاكهه دي اكل، والفاكهه دي كالوريز. يعني هي في ناس بتعتبر الفاكهه دي عادي جدا في اليوم العادي ده، انا يعني مثلا ناس مثلا اقول لهم اخبار الدنيا ايه، ماشيين على النظام بالظبط من غير اي لخبطه، طب ايه بس باكل فاكهه بالليل ما بيعتبروش الفاكهه كحاجه ضمن النظام الغذائي، يعني الفاكهيه فيها 70 سعر حراري داخل نظامنا، هل ده تبع نظامنا الغذائي ولا لا؟ فاهمه الفكره؟ يعني انا ممكن استغني عن الفاكهه دي، اخد حاجه تانية فيها بروتين هتشبعني برضو، لو انا مش واخده الفاكهه كسناك خلاص، فاهمه الفكره؟ يعني ديبندنج على الفاكهه دي انا حاسبها داخل نظامي الغذائي ولا لا. فدي تفرق، ما انا ممكن اكل فاكهه تشبعني واكل برضو كميه تانية من الاكل بتاعي ابقى واخده سعرات اكتر بالظبط. يعني ممكن اكون اخده مثلا طبق فاكهه فيه سعرات عاليه جدا، ووجبتي اصلا سعراتها الحراريه قليله. يعني ممكن اخد فاكهه براحتي، في ناس بتاكل فعلا فاكهه كميات رهيبه ومش متخيلين الفاكهه دي اوت اوف كالوريز، يعني حاجه مش كالوريك اصلا، ما فيهاش سعرات او مش هتضر في حاجه، فاهمه الفكره؟ قولي لنا يا دكتور ايه الاكلات اللي في اكلات معينه ممكن تقلل من الاكتئاب؟ هو في اكلات طبعا بتقلل من الاكتئاب اكوردنج للحاجات اللي فيها، يعني فاهمه؟ يعني مثلا لو هنتكلم مثلا على الاسماك احلى حاجه ممكن تقلل او تساعد في ان هي تقلل من الاكتئاب هي السلمون والتونه والمكاريل، علشان فيهم فيهم اوميجا 3. الاوميجا 3 ده مهم جدا جدا كحاجه اخدها، برده مهم جدا ان انا اخده في نظامي الغذائي علشان صحه يعني النفسيه او العصبيه نفسها، فاهمه الفكره؟ يعني الاوميجا 3 مهم جدا، فنحصل عليه عن طريق الاسماك، المكاريل والتونه والسلم. برضو المكسرات مهمه جدا تكون داخل النظام الغذائي، زي ما قلت لك ان هي سواء باحتوائها على الفيتامين اي والانتي اوكسيدانت، دي مهمه جدا جدا. الحاجات برضو الفواكه والفيتامينات المختلفه، الفيتامينات يعني سواء بقى الفيتامينات اللي احنا اتكلمنا عليها او الفيتامينز، فيتامين اي برضو مهم جدا يدخل النظام الغذائي، فده احصل عليه عن طريق البطاطا والبطاطس وكمان المشمش، فاهماني؟ دول فيهم فيتامين اي، فدول بيؤدي شويه ان احنا بيقلل حده الاكتئاب. برضو الشوكولاته الداكنه، فاهمين؟ اللي هي الدارك شوكليت مهم جدا، بس صحيا ان الدارك شوكليت تكون اكتر، لو احنا هنتكلم بقى على النظام الغذائي ولو احنا مش عايزين ناثر على وزننا، ان هي تكون اكتر من 70% كاكاو.
فاهماني؟ هي دي الدارك شوكليت اللي المفروض تكون داخل نظامنا الغذائي. البقوليات من الحاجات اللي بتدي برضو سعاده، علشان بتحتوي على كميه عاليه من البروتين والكربوهيدرات النشويات، فاهماني؟ فده بيحفز افراز بعض الهرمونات اللي بتؤدي للسعاده. فاهمه الفكره؟ ايه الحالات اللي جات لك يا دكتور وحسيتي ان هي كانت صعبه ان هي تقدري تنزلي وزنها؟ يعني كانت ايه مشاكل عندهم؟ بصي، هو فكره الصعب او كده، يعني في حاجات بتبقى مرتبطه بامراض، يعني منها مثلا مرض مقاومه الانسولين. فاهماني؟ في ناس كتيره ما بتكتشفش الموضوع ده، بيعملوا مثلا دايت ويفضلوا يعملوا في دايت كتير في حياتهم، وفي الاخر الوزن مش بينزل، وبرده راحوا كتير ولفوا كتير وبرده مش عارفين ايدنتيفاي المشكله. فهل ده مرتبط بمشكله مرضيه ولا لا؟ فاهماني؟ فلازم عن طريق اللابس والتحاليل وكده، والبراكس برضو بيبقى بايدنتيفاي ان في مشكله معينه، فنبدا ناخد تريتمنت ليها، علاج. بس طبعا مش اي ادويه او الحاجات اللي هي بتزود الحرق بصي الحاجات دي كلها. عندنا مقوله كده غريبه، يقولوا لك ايه، ان احنا في الصيف يكون الحرق عالي، وفي الشتاء عشان شتاء فالحرق قليل. عايزاكي توضحي بقى الفكره او المعلومه الصح ايه؟ بصي، هو في ابحاث كتيره جدا على موضوع الحرق في الشتاء والصيف ده. بس تلاقي في الاخر على فكره، يعني الابحاث دي ما ينفعش نقول عليها يعني سيرتيفايد، او ان احنا ناخد بكلام الابحاث دي اتعملت على كام واحد وكانت النتيجه ايه. فاهمه الفكره؟ يعني مثلا البحث اتعمل على 20 واحد، ده مالي النت على فكره. الحاجات دي لو عملت سيرش عن البحث بتاع الحرق اكتر في الصيف ولا في الشتاء، تلاقي يطلع لك ابحاث معموله على 20 واحد. هو 20 واحد ده ينفع سيرتيفاي بالكلام ده؟ بس ايه الصح بقى؟ طيب بصي، هو اصلا في الشتاء الحرق اكتر بيبقى معانا اكتر. فاهمه الفكره؟ ديبندنج على ايوه بالظبط. وحتى لو تلاحظي ان الناس بتنزل في الوزن اكتر خلال الشتاء عن الصيف. انا بقى ده اللي عايزاكي تفهمي لي الناس كلها، لان ده بيبقى فيه زي لبس كده او خلط. والله خالص، ده النزول فعلا في الشتاء اكتر، وبيبقى اسرع وبيبقى احسن وكل حاجه. عارفه كفايه الفاكهه اللي موجوده في الشتاء، عارفه؟ ودايما يقول لك الناس احنا كلنا بنتخن في الشتاء، مع ان هي نسبه الحرق اعلى بكتير. طب ممكن تقولي لنا ايه الاكلات اللي ممكن تساعدنا على الحرق؟ بصي، هو الاكلات اللي بتزود الحرق او كده دي بتختلف برضو. هقول لك كميه البروتين. البروتين بيفرق معايا كتير، بيعمل هاي ساتيتي وبيزود الحرق معايا، ان هو يكون في كل وجبه. فاهماني؟ غير كده لازم السلطه والفيتامينات. انا فكره بقى ان احنا نزود الحرق باكل فيه مشروبات كتيره جدا ومعمول عليها ابحاث وكل حاجه، بس بتساعد بنسبه بسيطه. علشان اشرب شاي اخضر مثلا علشان يزود معايا الحرق 1%، يزود يعني البيزل ميتابوليك ريت، الحرق بتاعي محتاجه اخد مثلا 6 باكيتس بير داي، 6 كوب من الشاي الاخضر. علشان اعمل ده انا اصلا هيحصل لي هايبوتنشن، يعني ضغطي هيوطى. مش يا دكتور فعلا مشروبات كتير جدا على السوشيال ميديا، طبعا مش عارفه ان نعناع جنزبيل وايه الكلام ده صح؟ هي لا بصي، هو كحاجه ان هي تساعد على الحرق دي حاجه حلوه، ان احنا نشرب سوائل انف، ان انا اخد كميه السوائل بتاعتي، هو ده اللي هيخليني انزل اكتر. الجود هايدريشن، ان انا بشرب كميه كافيه من السوائل والميه. فاهمه الفكره؟ ده هيخليني انزل اكتر. لكن ان المشروب نفسه سحري بينزل وبينقص الوزن وكده، لا. دكتور في الاخر، عشان اخر حاجه دي وهننهي، اشرب قد ايه ميه في اليوم، واجري قد ايه، او انا العب رياضه كم ساعه في اليوم بس؟ طيب نشرب قد ايه ده ديبندنج على وزني، تمام؟ يعني كل واحد بيختلف كميه السوائل طبعا، بتتحسب له اكوردنج للوزن بتاعه والطول والاكتيفيتي بتاعته، وهو بيعمل اكتيفيتي ايه. فاهمه الفكره؟ بس الانترفال احنا بنتكلم بنقول مثلا 2 لتر ل 3 لتر، اكوردنج بقى لكل واحد بالظبط محتاج قد ايه. فاهمه؟ ما يقلش عن كده. طب الرياضه؟ بالنسبه للرياضه ان انا الحركه، بصي هقول لك مش لازم نعمل اكتيفيتي رهيبه، بس الفكره ان انا اتحرك، امشي يعني، وابدا جرادجولي، مش من يوم وليله ان انا اقول لا انا قاعد ما بتحركش ومره واحده لا انا هجو وهجري وهعمل واروح الجيم 3 مرات مش عارف قد ايه وكده. بدنا نشكر حضرتك يا دكتور بسمه، شرفتيني ونورتيني، وكانت الحلقه جميله جدا معاكي. هستناكي بقى في حلقات ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. هستناكم في حلقه جديده، ويومكم سكر.